السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. الفيديو ده مختلف شوية. الفيديو ده لإخواتي الصغيرين طلبة أولى ثانوي. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم كلكم. الدنيا اتطورت دلوقتي. أنا كان على أيامي، أنا كنت في أولى ثانوي سنة 93. طبعا أنتوا كتير منكم مش مواليد 93 أصلا، يعني على ما أعتقد. بس انا كنت في اولى ثانوي سنه 93. كان على ايامنا الموضوع كراسه مسطره بالعرض وكراسه مقلمه بالطول، وكان الموضوع مختلف خالص. انتوا دلوقتي الدنيا اتطورت معاكم، ومع تطور التكنولوجي اللي احنا بنواكبه دلوقتي جالكم التابلت والتعليم الالكتروني. يا رب ان شاء الله تكونوا تستفيدوا من ده، ويكون خطوه جديده ان شاء الله، لان احنا نشوف ولادنا احسن شباب في الدنيا باذن الله. جبت التابلت، تحديدا هو التابلت فعلا اللي بيتسلم من وزارة التربية والتعليم بالكفر بتاعه، وقررت اشرح لكم شوية حاجات عن التابلت ومحتويات التابلت والعلبة وايه اللي المفروض تعملوه علشان تكونوا في السيف سايد دايما مع استخدام التابلت ده. التابلت ده لما نزل من شركة سامسونج كان نازل باسم تابلت A 2016، نسخة ال10 انش او ال10 بوصة. لكن هنا التابلت اللي نازل لطلبة الثانوي مختلف شوية. على سبيل المثال التابلت هنا ما فيهوش قلم، القلم بيجي خارجي زي ما احنا شايفين كده، بيجي خارجي في الجراب اللي بيجي مع التابلت. فانت بتستخدم القلم اللي بيجي في التابلت، ما بيجيلكش قلم بلت ان جوه التابلت. نمرة 2، بيجي كفر مع التابلت ليك. الكفر ده بتقدر تستخدمه كستاند، تقدر تستخدمه زي اللابتوب، وتقدر تستخدمه بكل الدرجات بتاعت الاستخدام الكفر. طبعا ده شيء كويس. والكرتونة بيجي فيها السماعة والشاحن والكتالوج والضمان والرقم السري الخاص بكل طالب. هناخد الخطوات اللي بتتم وهتقدر تستخدم التابلت ده ازاي جوه المدرسة بتاعتك. اللي بيحصل ان انت اول ما بتستلم التابلت في وحدة يونت بتكون موجودة جوه الفصل عندك بتاعة واي فاي او وحدة بث مباشر للانترنت، بتكون متثبتة في الحيطة. هتلاقي عليها كفر حديد كده، وجواها وحدة بث الانترنت، وبيبقى في شاشة كبيرة موجودة مع المدرس بتاعك. ده بيكون نقطة التواصل بينك وبين المدرس بتاعك بالتابلت والشاشة اللي موجودة مكان السبورة بتاعت زمان. نسبة حضور وغياب الطالب بتكون عن طريق التابلت ده. يعني حضرتك أول ما بتدخل الفصل وبتعمل كونكتد على الواي فاي أو على اليونت اللي موجودة جوه الفصل بتاعك، بيتحسب الحضور والانصراف بتاعك. ثانيا، مش مسموح لك بفتح انترنت او مواقع انترنت جوه التابلت ده غير 3 مواقع محدداهم الوزارة: بنك المعرفة، وموقع وزارة التربية والتعليم، وموقع الامتحانات على ما اعتقد، او موقع ثالث. نقطة مهمة تانية، السيريال نمبر الخاص بالتابلت ده هو خاص بيك انت. يعني السيريال نمبر ده هو رقمك انت، زي رقم جلوسك، ما ينفعش حد يستخدمه غيرك. طيب هتقول لي هستفيد من ده بايه؟ هتستفيد ان انت هيجيلك الامتحان على التابلت ده في اخر السنة. هتقول لي طيب هو ازاي يعني انا هيجيلي امتحان غير الطلبة كلها؟ لا، لازم تكون عارف الامتحانات زي ما بيحصل في الجامعة. في بعض الجامعات هيجيلك امتحان زيك زي زميلك، لكن الاسئله متلخبطه، راندومايز او راندوم او اختيار عشوائي للاسئله، وبتبقى اختيار او تشوز بتوين براكتس او الاختيارات، او اختيارات بالعلامات. فحضرتك هتبقى مسؤول عن اجاباتك واختياراتك اللي انت اخترتها على التابلت، دي بتكون خاصة بيك انت. فما ينفعش استبدال التابلت. لو حاولت تكسر الحماية، عشان انا سامع الكلام ده اولا مش صح. لازم انتوا بقيتوا رجالة وكبار، لازم نكون على مستوى من المسؤولية ان ده تابلت جاي عشان نتعلم بيه. تقبلوا كلامي كأخ كبير ليكوا، ده جاي عشان كده. مش شطارة ان انا اكسر له حماية واحاول العب عليه جيمز واحاول. ده جاي انت باباك دافع تمن ده من ضرايب، دافعها من حاجات كتير قوي في حياته، دافعها. انت دافع تمن ده وجاي علشان تتعلم بيه. فرجاء بلاش نقطة كسر الحماية. لما ان شاء الله تاخد الثانوية العامة، برضو الوزارة
بتسمح ان التابلت ده انت بتحتفظ بيه، بيكون خاص بيك، بيبقى بتاعك. بتروح شركة سامسونج بتنزل لك عليه سوفت وير عادي، بيبقى تابلت عادي وحضرتك تستخدمه ويكون بتاعك. النقطة اللي عايز اقولها لك، ودي نقطة مهمة جدا عايز اوضحها لكم، لو حضرتك حاولت تفك التابلت، تفك الحماية بتاعت التابلت دي، هتتعرض لمساءلة من جوه وزارة التربية والتعليم ومشاكل ليك. هتدفع تكلفة التابلت اللي هيحسبوها عليك تقريبا 4500 جنيه. فمالوش اي لزوم ان احنا نعمل حاجة زي دي. التابلت لو حصل فيه اي حاجة حضرتك بتتوجه بالضمان لشركة سامسونج، هي بتصلح لك العيب اللي في الجهاز. لو العيب جاي عن طريق سوء استخدام بتدفع التكلفة، لو العيب عيب صناعة بيتم تغيير الجهاز او تصليح العيب، وفي شهادة ضمان جوه الكرتونة. وتقريبا الطلبة بتدفع حوالي 100 جنيه تقريبا تأمين للجهاز مع استلام الجهاز. المدرسة هي اللي بتعمل الاكتيفيشن بتاع الجهاز. الجهاز بيحتاج واي فاي قوي يتوصل بيه بسرعة عالية علشان يبقى فيه كونكشن. يعني مش كل الواي فاي بيقدر ان هو يخلي فيه كونكشن عالي. التابلت فيه حاجة في نظام السوفت وير بتاعه، ان هو لو لقي السوفت وير بتاعه مش في النظام السوفت وير بتاعه، لو لقي الكونكشن بتاع الواي فاي مش قوي بيفصل الاستخدام. البرامج اللي موجوده جوه التابلت هتلاقي السيتنج، هتلاقي بعض البرامج القليله جدا اللي انت تقدر من خلالها تتعامل مع التابلت. في كلها برامج تعليميه عن القرايه وعن الانجليش ليفل، وكمان بيكون برامج لفتح البرامج البي دي اف لفتح ملفات، وخان اكاديمي، وبرامج كلها متعلقة بالتعليم. الجهاز طبعا ما فيهوش يوتيوب، ما فيهوش فيسبوك، ما فيهوش براوزر عادي، في انك تقدر تتصفح الملفات اللي قلنا عليها. في كمان برنامج الكالكليتر اليدوي اللي بتقدر تكتب الارقام وهو بيحولها لارقام مطبوعة ويحسب لك حساباتك. وبرضو ما تنساش ان الكاميرا مش شغالة في الجهاز، فما تحاولش انك تشغل اي حاجة مش شغالة في الجهاز. حاجة اخيرة هقولها لكم وهتلاقوا المدرسين بتوعكم بينصحوكوا بيها، بيقول لك في المدرسة دايما ما تحاولش تركب سكرين بروتكتور على التابلت، علشان السكرين بروتكتور بتقلل حساسية القلم. هو كلام صح ومش صح من وجهة نظري. صح بفكرة ان السكرين بروتكتور لو رخيصة او تعبانة هتقلل حساسية القلم بتاع الجهاز، لكن انت لما تروح، دي النصيحة اللي هقولها لك، ركب سكرين بروتكتور وامسك قبل ما تحطها على الجهاز، حط السكرين وامسك القلم وتحرك على شاشة الجهاز، شوف هيبقى شغال معاك كويس ولا لا، علشان الشاشة دي لو اتكسرت هتكلفك مبلغ كبير قوي، فملوش لزوم، لازم تحمي الشاشة. بشكرك، يا رب يكون الفيديو بتاعي مفيد ليكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى لكم يا رب النجاح كلكم، وكل واحد فيكم نفسه في حاجة يحققها ويطلع الحاجة اللي هو نفسه فيها. وان شاء الله نشوفكم كلكم في مراكز محترمة وفي اماكن جميلة، واشوفكم ان شاء الله وانتوا ناجحين، وتيجوا تكتبوا لي في الكومنتات ان كلكم نجحتوا وبقيتوا زي الفل. وارجوك تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم مني فيديوهات اول باول، واشوفكم فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. وكان معاكم محمد النواوي.